السلام عليكم الخوت، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الخوت، مؤخرا بدات كطرا واحد الحاجه اللي خطيره في بلادنا، وهاد الحاجه هذه هي الزحف ديال الافارقه ديال جنوب الصحراء لبلادنا، والخطه اللي كيفكروا فيها وداك الشيء اللي باغيين يديروه في بلادنا وفي شمال افريقيا بصفه عامه. وقبل ما ندوي على هذا الموضوع، الا كنتي غتجي تقول لي بلي انت عنصري وكتهضر بعنصريه، غنقول لك بلي هاد لا فيديو هذه بلا ما تشوفها، والا كنتي بغيتي تشوفها انا متاكد بلي في الاخر ديال لا فيديو غادي تفهم مزيان علاش داوي لك وغادي تبدل الراي ديالك، حيت راه ماشي حنا اللي عنصريين، هما اللي عنصريين. المهم الظاهره الخوت اللي طاريه دابا بشكل مرعب هي واحد الحركه اللي نظموها الافارقه اللي كاينين في جنوب الصحراء، وهاد الحركه هذه هو انهم كيقولوا بلي شمال افريقيا ما خصوش ينتمي للبيض، اي انه ما خصوش ينتمي لدوك الناس اللي عندهم بشره بيضاء، اي انه لافريك ديال الناس اللي عندهم بشره سوداء صافي. يعني الا كنت انت البشره ديالك بيضاء راك انت ماشي افريقي. وكيقولوا بلي شمال افريقيا راه ديال الافارقه الفري على ما كيقولوا هما عليهم هما زعما، وبلي حنا غير دخلاء على شمال افريقيا. وشمال افريقيا كيقصدوا بها تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا ومصر، والهدف ديالهم هو انهم باغيين يحتلوا شمال افريقيا وبغاو يرجعوا شمال افريقيا كاملين للناس ذوي البشره السوداء صافي. هذا هو الهدف ديالهم، وهذه هي المؤامره اللي باغيين يديروا، وهذا هو الهدف اللي باغيين يوصلوا ليه من هنا لقدام. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue, que ça ne continue pas. Nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale. Celle-ci est une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains. Comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir noire. L'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. À partir d'aujourd'hui, s'il faut se rendre là-bas en Libye, on va y aller. Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit plus... Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit... Chers frères et sœurs migrants, dans vos bagages, vous devez avoir une arme pour défendre vos vies et celles de vos proches. Cette arme sera votre compagne de voyage. وهذا الشيء الخوت يقدر يبان لك عادي، ولكن راه هذا الشيء كيخلع حد ديجا بادين فيه، وديجا هذا الشيء كاين. وفي هذا لا فيديو غادي نقول لك شنو هما الخطط اللي كيديروا وشنو هما الحوايج اللي باغيين يديروها باش بحال هكا انهم يقدروا يحتلوا هذه البلدان. وإلا شفتوا في الاعوام الاخيره راه كثروا بزاف عندنا الافارقه في بلادنا وفي البلاد المجاوره ديال شمال افريقيا، يعني كتلقاهم بزاف على الجهه. هذه الحركه هذه خرجها واحد خونا جامايكي اللي سميتو ماركوس غرافي، اللي الهدف ديالها هو انه لافريك لذوي البشره السوداء صافي. يعني الا كانت البشره ديالك بيضاء راه بلاصتك ماشي في لافريك وانت ماشي افريقي. والخطه اللي باغيين يديروا باش بحال هكا انهم يقدروا انهم يخليو انه شمال افريقيا يكون غير ذوي البشره السوداء، هو انهم يجيو شمال افريقيا ويحاولوا انهم يمشيو لكاع لي دومين، واهم حاجه هو انهم يتزاوجوا مع المغربيات باش بحال هكا يولدوا منهم ولد اللي نصو افريقي نصو مغربي. وهذا الولد هذا غيحاولوا انهم يعطيوه الثقافه الافريقيه ديالهم والثقافه ديالهم هما، باش بحال هكا داك الولد ملي غادي يكبر غادي يحس براسو بلي هو افريقي، وبلي البشره ديالو سمراء، وبلي الاصل ديال باه هو الاصل الافريقي ديال بصح. وبحال هكا داك الولد ملي غادي يكبر وغادي ياخذ الجنسيه المغربيه غادي يتزاوج مع شي وحده من جنوب الصحراء، باش بحال هكا يزيدوا يولدوا ولاد ذوي البشره السوداء. بحال هكا غيبقى التزاوج والتكاثر حتى غتولي شمال افريقيا كامله الناس ذوي البشره السوداء. هذا هو التفكير ديالهم الخوت، تفكير عنصري لاقصى الدرجات، حيت الانسان ملي كيجي حتى لبلادك باش يقيس لك الوطنيه ديالك ويمحيك انت اصلا من الوجود ويقيس الديانه ديالك، راه حتى هنا حبس. حيت حتى من الاهداف ديالهم الخوت هو انهم يحيدوا الاسلام وانهم ينشروا المسيحيه في شمال افريقيا، حيت الاغلبيه ديال دول جنوب الصحراء الاغلبيه ديالهم مسيحيين. هذا الشيء الخوت كيخلع بزاف، حيت هذا الشيء بداو فيه اصلا من شحال هذه. وإلا لاحظتوا الخوت راه كاين بزاف ديال الافارقه جنوب الصحراء عندنا في بلادنا، ولاو كيطالبوا بحقوق ديالهم، ولاو كيخرجوا الزناقي ويقدروا يضربوا معاك انت، دير معاهم ها ولا ها، يخرجوا فيك عينيهم ويوصلوا معاك فين ما بغيتي، ما عندهمش الجرام ديال المشكل. يعني ماشي كيجيو بادب وباحترام وكيقلبوا انهم يقلبوا على راسهم في بلادنا، لا، يعني كيتعامل معاك كأن ديك البلاد راه بلادو هو ماشي بلادك انت.
ما بغينا منهم حتى شي حاجه، يلقاو لهم حل يديروا لهم شي حل صافي، حنا ما تشكينا حتى شي حاجه. حنا خصهم يديروا لنا حل معاهم همايا، قهرونا وليداتنا، ما كناش قادرين ننزلوا من ناحيه الخنز، من ناحيه القمل، من ناحيه بزاف ديال الحوايج. باش غتهبط انت تقضي شي حاجه ما تقدرش بالليل. شي 9 الليل خاصك ما تبقاش تنزل، الا هبطتي تلقى الفراش مفرشك قدام باب الدار. حاشا كي غنقول لك انا اش كنلقاو في وسط الدار داخل غتقول لي العجب، الموبل ديالي راه فين كنسكن انايا، وحق لا اله الا الله، لو البارح نداس لداخل وهبطت انا سيقتها بيدي. احنا عيينا يديروا لنا حل مع هاد الناس هادو. انا وليت باغا نبيع ما بقاتش بغات تباع لي الدار، والله القسم الا بغيت نبيع ما بغاش تباع. فيما تدخل لك فين ديك البلاصه اللي فيها كيف مشى الخوت راه هادشي راه ماشي عادي. وعلاش الخطه ديالهم الخوت غدا مزيان وغدا ناجحه تقريبا؟ حيت حنا الدوله ديالنا ما بغاوش يخسروا العلاقات مع الدول الافريقيه، وتونس ديجا عندهم مشاكل غير مع بعضياتهم، يعني مشغولين غير مع بعضياتهم، والجزائر حتى هما عندهم مشاكل غير مع الحكومه ديالهم ومشغولين غير مع الحكومه ديالهم. هادشي اللي كيخلي الفرصه لدوك الناس انهم يديروا ما بغاو، انهم يتكونسونطراو على الخطه ديالهم باش ينجحوها. وغيقدر يجي شي واحد اخر غيقول لي راه حتى حنا كيف ما حنا باغيين نمشيو لوروب باش ندبروا على راسنا، حتى هما راه باغيين يجيو عندنا للمغرب باش يدبروا على راسهم. يعني انت راه غيقولوا عليك الاوروبيين نفس الهضره. لا خويا اسمح لي، ما تقارنش بين الاوروب وبلادنا، حيت بلادنا ديجا حنا ولاد البلاد مساكن، الشباب اصلا باقي ما لاقينش اصلا مساكن فين يخدموا، واصلا هما براسهم باقيين ما مصوفينش، عكس الدول الاوروبيه راه ولاد البلاد مصوفين وعايشين بخير. كل ما كانوش مصوفين راه والله ما غيجيبوك انت اصلا من بلادك انك تخدم هنا وانك تقرا هنا. يعني بدون مقارنه، وما كايناش مقارنه ما بين الاوروب وبلادنا الخوت. وهاد الظاهره الخوت ديال الزواج ديال المغربيات من الافارقه راه كثرت بزاف مؤخرا، اي انهم الخطه ديالهم بدات كتنجح شويه بشويه. وكاين اللي غيقول لي وفين هو المشكل الا تزوجات مغربيه بافريقي؟ نقول لك اخويا المشكل هو انه الا تزوجات به تمشي معاه لبلادو، تعيش معاه في بلادو، حيت الهدف ديالهم هو انه يتزوج بك ويولد معاك باش داك الولد ياخذ الجنسيه المغربيه ويكون عنده التفكير ديال بواه، ديال انه شمال افريقيا ديال ذوي البشره السوداء صافي. واكثر مثال الخوت على هادشي اللي كنقول، هي واحد اختنا خرجت مؤخرا وقالت لهم بلي تزوجت بواحد الافريقي وولدت معاه، وملي ولدت معاه مشى الصبليون ومشى هرب. انا تزوجت على سنه الله ورسوله مع حد شاب افريقي، تزوجت واحد الشاب افريقي. انا دابا جيت نعاود لكم القصه ديالي باش اي بنت باغا تزوج بافريقي من افريقيا الوسطى ما تزوجش به، ما ديرش نفس الغلط اللي درت انا. الغلط اللي درت انا انني ثقت فيه وجاب الوراقي ديالو، تزوجت به على سنه الله ورسوله بالدوله ديالي فين تزوجت في المغرب ماشي في عنده، ولدت معاه ولد اللي انا اللي دابا حاليا انا اللي متكلفه به، مشى سمح فيه، مشى هاجر اسبانيا. يعني الهدف ماشي هو الزواج وانه تكون اسره، الهدف هو انه يولد ولد اللي غيخليه هنايا كخليفه ويمشي يهرب بحالاته. واحد النوع اخر اللي كيتزوج وكيولد وكيبقى هنا وكيحاول انه يدخل ولده هذا الفكر هذا كيف ما قلت لكم. المهم الخوت قولوا لي شنو بان لكم نتوما في هذا الشيء؟ واش كتلاحظوا باللي الافارقه ديال جنوب الصحراء كثروا عندنا في بلادنا بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، ولا هذا الشيء عادي وباللي خاصنا نتقبلوا هذا الشيء ونتعايشوا معاه وهذا الشيء راه نورمال؟ عطوني الراي ديالكم الخوت وقولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء هذا. انا شخصيا هذا الشيء هذا كيخلعني وهذا الشيء كيبان لي انورمال، ولا هذا الشيء خاصو يوقف عند حدو، حيت الا مشات تزاد هذا الشيء هذا راه شي قضيه راه غتنوض الروينه في بلادنا وغتكبت ديال بصح في بلادنا وغتكبت ديال بصح في شمال افريقيا اون جينيرال. حيت كل ما تزاد الوقت كل ما كيزيدوا يامنوا بلي شمال افريقيا ديالهم، يعني تجي انت تدوي معاه غادي يخرج فيك عينيه وغيوصل معاك بعيد ويقدر يضربك كاع ما عندوش مشكل، حيت كيصحابوا بلي هذيك هي بلادو وبلي انت راه غير داخل اصلا على هذيك البلاد وبلي انت راك غير داخل على القاره اون جينيرال. المهم الخوت قولوا لي نتوما شنو بان لكم واعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير ضروري.